رمضان كريم عليكم يا اخواتي، وجاي لكم النهارده بثغره قويه جدا وجديده فتحت بيها كده على باك الاكسلريشن بيرست. طلع لنا منها كده لاعب ايبك، هو اي نعم اقل لاعب في الباك هو كوبو اللي جالنا، بس ايا كان هو لاعب ايبك. طلع لنا ب 300 كوينز، وهوريكم الثغره دي في الفيديو والثلاث تفتيحات في الفيديو علشان اصلا كل تفتيحه كان فيها جلitch. عشان ما اطولش عليكم كده، انزل اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، ويلا كده نخش على الفيديو على طول. طب الثغره بقى كالاتي. طبعا هو باك الاكسلريشن بيرست ده هو خلص امبارح، بس انت تقدر تستخدم الثغره دي على اي باك، هتنفع معاك لان هي نفعت معايا قبل كده في اول الموسم خالص لما كان نازل باك لشمايكل وفيليب لام وكانافارو. جبت الثلاثه ب 1000 كوين. كل اللي انت هتعمله ايه؟ انت هتطلع بره خالص، مش هتخش على الباكات من جوه، هتطلع بره خالص كده، تقف في القائمه الرئيسيه عادي جدا، وتقف على الكويت جيم اكنك هتخرج من اللعبه، وتستنى كده باك الاكسلريشن بيرس ده لما يعدي قدامك، او طبعا اي باك ايبك انت بتدركته اول لما يعدي قدامك هتقف كده على الكويت جيم اكنك هتخرج من اللعبه، تدوس عليها وتستنى الباك يجيلك. اول لما يجي ترجع تفتح الباك وتفتح ب 100 كوين اهي. طب ازاي سودا؟ ازاي سودا انا فاتح ب 100 كوين؟ ماشي، ما جاتش اول مره، بس خدت بالكم في جليتش حصل فهي هتيجي. طيب هنجربها تاني، هنقف نفس الوقفه، هنقف برضه على كويت جيم ونستنى باك الايبك لحد ما يجي قدامنا. جه قدامنا يا باشا، ارجع افتح ب 100 كوين اهي بقى، نورت بقى. برضه جليتش، برضه كنا ما عملتها فيها مرتين، بس هجيبه ب 100 كوين يعني هجيب. طيب معانا كده المحاوله الثالثه، ونقول بسم الله. هنقف برضه كده على الكويت جيم ونستنى اول لما الباك الايبك يجي قصادنا. وصل الرايق، ارجع 100 كوين ودي. هي هي يا جدعان، قلت لكم 100 كوين، قلت لكم فاتحه ب 100 كوين. يا لهوي على الالوان. وصل الايبك مين؟ كوبو. مش مشكله، انا كده كده معايا نسخه نيمار اللي نزل في باك الام اس ان. كوبو او لامين يامال الاثنين كويسين، هم اي نعم نيمار طبعا بيج تايم، بس كوبو برضو ايبك جايب 300 كوين. طيب احنا طبعا كده هنجرب كوبو معانا النهارده في الديفيجن، وطبعا لو عجبنا في الماتشين الثلاثه اللي هنلعبهم كده هوريكم التطويره بتاعته في اخر الفيديو. احنا لحد دلوقتي في الديفيجن ما لعبناش كتير، لاعبين بس تقريبا حوالي 30 ماتش، كسبنا 22 وخسرنا 5 وتعادلنا 4. معانا ريت 1715، وهنحاول النهارده كده نلعب 3 4 ماتشات لحد ما نوصل لديفيجن 1. معانا اول ماتش كده هنلعبه ديفيجن 2 اهلاوي جميل. يابا انت كده كسبت احترامي من قبل ما نبدا الماتش. المهم بقى كده، هي دي الخطه اللي هنلعب بيها علشان نقدر نلعب كوبو معانا. طبعا احنا الخطه بتاعتنا اصلا ما فيهاش ونجات، عشان نلعب كوبو هنلعب ب 3 6 1. طبعا الخطه دي كده ليها شويه تعليمات فرديه علشان تقدر ان انت تلاقي 5 6 بيدافعوا معاك وسبعه بيهاجموا معاك. فانا هلعب بيها كده النهارده، لو عجبتكم قولوا لي وانزل لكم كده شرح كامل للخطه دي. يا اسطى ده مش صلاح البليدز يا اسطى، بتعمل ايه؟ واحده كده الكوبو، نجربه شغال ولا لا. جامد، طب والله شغال. بليدز يجي من هنا؟ ما يجيش. خد بس، راح فين؟ اجري يا كوبو. هي والاول. شكله كده رجله مش عارفه الجون فين. اسد يا ديفيز، ضيعها عادي. طب والله اسد، والله ارجل واحد في الفرقه عندي ديفيز. بلعنا الاول، بلعنا الاول سهله. ميسي، الكوبو، واحده رايقه بقى الروما. هي. معلش اتاخرت عليك شويه في التعادل، حوالي دقيقه دقيقه ونص. ولد يا شمايكل. صلاح اقفل. ولا فاكر ان انا عشان رقمت يعني هجري؟ فيني، انزاجي، حد يجري معايا طيب؟ ماشي. ميسي، بلاتيني، هي والتاني. سهلة وبسيطة، بسيطة. عايز تعمل ايه؟ قول لي طيب، قول لي. شمايكل واقف لك يا صاحبي، عايز توديها له فين طيب؟ واحدة تاني بلاتيني، اتقفل عليه. نودي في الار 2. انت بتعمل ايه هنا يا ميسي؟ يعني انت واقف لي بظهرك هنا مستنيني اعمل لك ايه؟ ارجع ارجع. فاضل دقيقة على الماتش، آخر هجمة. ولد يا رودري، طلع وخلص الماتش. كده يبقى خلص الماتش الأولاني، معانا 2-1. هنشوف كده هناخد كام نقطة في الديفيجن. خدنا 23 نقطة. كده احنا وصلنا 1738.
ما نضيعش وقت بقى كده، على طول نخش على الماتش التاني. جاي لنا جوستس برضه ديفيجن 2. مش هنغير كده خطتنا وهنلعب بنفس الخطة، ودي كده خطة المعلم اللي قدامنا. يا رب نخلص يا اسطى، يعني مش لازم تخلص ال 150 ثانية كلهم. طب هو الماتش مش عايز يدخل. طب انا خرجت، النت عندي قطع ولا النت عندك انت قطع، ولا انت خرجت؟ انا مش فاهم اصلا. يعني كسبنا الماتش من غير ما نلعبه، خدنا 20 نقطة في الديفيجن كده بالأونطة، كده بقينا 1758. طب نخش بقى على الماتش التاني اللي بجد. جاي لنا طبعا واحد تركي وصل ديفيجن 1 قبل كده، فهو بيقول لي انت هتلعب ماتش بايخ. عموما يعني هي دي كده التشكيلة اللي احنا نلعب بيها، برده مش هنغير فيها اي حاجة، ودي كده تشكيلة المعلم اللي قدامنا. والحلو في التشكيلة دي كده ان اللاعب باين عليه تقيل، فكده هنقدر نجرب كوبو كويس. لا بلاش غلطات، بلاش غلطات قدام التراكوة، هيجيب جون وينام عليه. عليا الطلاق يا ديفيز، ما في ارجل منك في فرقتي. ولد ميسي هتعمل ايه؟ عايز تلعب بريدز قدام ديفيز؟ تهزر ولا ايه؟ نطلع احنا بقى بالمرتده على طول. ميسي، روما. مالديني بايخ بايخ. بس على مين؟ الاوت سايد يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه. فان دايك. كفايه غلطات يا جدعان، كفايه غلطات، كفايه غلطات قدام التراكوة. ماشي. كانافارو، نيمار. نطلع تاني كده بالمرتده. كرويف، ميسي. هي الكوبو لروما. ما تروحش، رايح فين؟ ما تروحش، هترقمني على الحارس، هتروح بيه فين؟ ده رومانيجا ما بيهزرش. واحدة تاني ميسي. الكوبو في المساحة. ورينا بقى هتعمل ايه. بالدبل تاتش لكرويف لروما. ماشي اتقطعت. ماشي سهلة. يا اسطى يا اسطى بتعمل ايه يا اسطى؟ هو قاصد طيب يعمل كده ولا ايه؟ انا مش فاهم. طب خرج الكرة طبعا، هتعمل تغييرات؟ اه ده خرج من الماتش اصلا. يعني 2-0 في الدقيقة 20 يا اسطى، معاك 70 دقيقة. مستعجل ليه؟ المهم كده كسبنا الماتش التالت وخدنا 17 نقطة، بقى معانا في الديفيجن 1793 نقطة، يعني ناقص ماتش واحد ونرجع الديفيجن 1. طب من غير ما نضيع وقت كده هنخش على الماتش الرابع على طول. وجاي لنا طبعا وصلنا في 182 على السيرفر، وبيطلع لايفات على ديسكورد، فده كده ماتش تقيل. المهم يعني كده انا هلعب برده بنفس التشكيل، مش هغير فيها حاجة، وهي دي كده تشكيلة المعلم اللي قصادنا. خمسة دفاع، خمسة دفاع. بس خلاص انا فهمتك، يعني انا فهمت انت بترتب ازاي. المعلم هيجيب جون ويقضيها صواريخ، كلير في كلير في كلير في كلير. بلعنا اول جون. بلعنا اول جون وبيحتفل. عيل بايخ، عيل بيلعب على البواخر، جاب اول جون وبيحتفل وخلاص. انا متاكد ان بقيه الماتش كله هيبقى كلير في كلير. نحاول طب نجيب السنتره دي. ميسي، روما، لميسي في الضيقه. لحق نفسه، لحق نفسه ورقم. برضو نغلط تاني. كفايه مجانيات يا جدعان، كفايه مجانيات. الحمد لله. تخيل كانت هتبقى 2-0 في الدقيقه 12، كان هيلعب يعني 3 شرط دفاع مش شرطتين. نيمو، كرويف، روما، نيمار تاني، روما تاني. عايز تعمل ايه؟ قول لي بس، قول لي عايز تعمل ايه بصلاح. الله. حظك وحش يا صاحبي، معلش حظك وحش، في العادي الكرة دي بتيجي طبعا. طب نيمار، روما، كرويف 1 2 لميسي. لا ما تخش، ما بحبش الكورة دي، مش عايز اجيب جون بالمنظر ده. ولد يا روما لنيمار. هي جامد صراحة، تاكلينج جامد ما فيهاش اي حاجة. كوبو، ميسي، ودي. انا اسف يا صاحبي، يعني انا اسف، جون وحش انا عارف. قول لي جامد، قول لي جامد على الترقيم. الواد شاطها في حضن شمايكل. هي الوان تو مع كرويف، نيمار، وكرويف تاني. اوف. ده طبعا مبابي بليدز كيرلر اكيد، يعني انت وانت بتشوط بيه انت متخيله كده. صلاح ما يشوطش. صاروخ، شوط صاروخ صعب على شمايكل. ولد يا شمايكل، ولد. غلطات غلطات، كفايه غلطات.
خلاص يا صاحبي، مش عشان جت معاك مره يعني هتجيبها تاني. بالمرتده بقى كده يا كارلوس. بلاتيني. 1 2 كده مع تشيفا. روح. بص الزحاليق، بص بقى الزحاليق، بص بيلعب ازاي. لعب تراكم، لعب تراكم، انا عارف، وكلير انا عارف. كلير برضه، اي كره هياخدها من دلوقتي خلاص كلير. ولد يا كارلوس اقطع. هي دي، هي دي كرة التعادل. خلت لتشيفا. ودي. والتاني. والتعادل سهلة سهلة اهي. يا كانافارو كفاية غلطات يا جدعان، كفاية احنا لابسين جولين غلطات اصلا. حرام حرام يا جدعان، حرام، جواد جاب 3 جوان غلطات. طبعا كلير، طبعا شرطتين دفاع وكلير، خلاص انسى ان انت تمسك كرة منه. كلير. بلاتيني هي الأخيرة، هي الأخيرة يا بلاتيني. ودي. كلير. ما خلاص يا صاحبي، خلاص العب كورة بقى، العب كورة، ما تبقاش بايخ. أول ماتش تكسبه في حياتك 9 كلير ولا حاجة في 5 دقايق. لا بجد، لا بجد عيل وحش قوي، عيل وحش، وماتش وحش، وجوانه كلها وحشة، مش جوانه هو بس، جوان الماتش حتى، جوانه كمان وحشة، وماتش بايخ بجد، ما يستحقش ان هو يبقى مصنف اصلا. يعني بص كده، انا دخلت بعدها على بروفايل الواد لقيته كان مصنف 12 الموسم اللي فات. لو بالمنظر ده فانت ما تستحقش تبقى مصنف. ما بيلعبوش كوره، ما بيلعبش كوره، هو بيجيب جون ويقضيها كلير في كلير لحد ما الماتش يخلص. طيب المهم احنا كده نزلنا 25 نقطه في الديفيجن، بقى معانا 1768. وعشان بقى الفيديو ما يطولش اكتر من كده هنأجل الصعود لديفيجن 1 الفيديو الجاي ان شاء الله. اما بقى بالنسبه لكوبو فهو لاعب رايق وخفيف جدا في الملعب، كارت كويس جدا. اي نعم انا ما بستخدمش حوار الاكسلريشن بيرست ده كتير، بس هو كارت خفيف في الملعب وطاقته كده كويسه. انا طبعا لعبت بيه كده كام ماتش قبل التصوير، يعني انا كده لاعب بيه 13 ماتش، عامل معايا 5 تجوان و8 اسيست، يعني 13 مساهمه في 13 ماتش. بالنسبه للتطويره كده بتاعت كوبو، فانت هتديله 6 في التسديد، 8 في التمريرات، 9 في التحكم بالكره، 8 في البراعه، 11 في قوه الجسم السفلي. التطويره دي كده بتوصله 103 في التشكيل مش 104، بس دي كده احسن بكتير من التطويره اللي بتوصله 104. يعني بالتطويره دي كده زي ما انت شايف التحكم في الكره عنده كله في ال 95، وعنده سرعه وتصارع وبالانس وستامينا وقوه في التسديد كمان. انا حتى التمريرات زودتها له شويه، انما التطويره اللي بتوصله 104 بتقلل حاجات وتزود حاجات ملهاش لازمه. طيب يا غالي، هو ده كده كل اللي كان معانا النهارده بالنسبه للثغره وتجربه كوبو في الديفيجن. فانا عايزك بقى كده تبقى تجرب الثغره اللي انا عملتها لك في اول الفيديو، ولو جابت معاك نتيجه كده عرفني علشان اقول لك كده على ثغرات تانيه. وما تنساش بقى لو عجبك الفيديو كده انزل اكتب كومنت تشجيعي مع لايك للفيديو واشترك في القناه، ظبطنا كده. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.